بحرفية عالية وتنافسية قوية وغيرة وطنية صادقة وقيم إنسانية راقية، أدى الفريق الوطني منافسات بطولية. اللاعبون: السيد غانم سايس، محترف بنادي بشكتاش التركي. وسام العرش، درجة ضابط. تكريم ملكي لعميد الفريق الوطني غانم سايس الذي أبان عن روح قيادية في مختلف مباريات المونديال. حامي عرين أسود الأطلس ياسين بونو، أول حارس مرمى إفريقي يحافظ على نظافة شباكه خلال 3 مباريات. أرقام قياسية عديدة دخلت سجل مفاخر النخبة الوطنية. أشرف حكيمي: وسام العرش، درجة ضابط. أشرف حكيمي تجربة فريدة متفردة كمدافع يحسب له 1000 حساب، وجدار منيع انكسرت أمامه كرات الخصم تباعا. وتكريم ملكي لجلالة الملك حفظه. الألماني: وسام العرش، درجة ضابط. نصير مزراوي، ذراع آخر من أذرع دفاع المنتخب الوطني الذين عزفوا على أرضية ملاعب قطر سيمفونية مجد كرة القدم المغربية. الميدان: سفيان مرابط، وواسطة عقد المنتخب الوطني النفيس بكل عناصره المتسمة بالاحترافية العالية والتنافسية القوية. المدافع نايف أجرد هو ورفاقه من أجل الوطن. هانت الإصابات وحشدت الهمم، فرفع العلم الوطني عاليا زياش، تهون في سبيله كل محترف بنادي المحن. تشيلسي الإنجليزي. وسام العرش، درجة ضابط. حكيم زياش، ذو القدم اليسرى الذهبية والروح القتالية العالية، المؤمن حتى النخاع بأن النصر لا طعم له إلا تحت الراية الحمراء بالنجمة الخضراء. محترف بنادي أنجي الفرنسي، خريج أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. وسام العرش، درجة ضابط. عز الدين ناحية الضوء الساطع في كل اتجاهات الملعب، وثمرة من ثمار أكاديمية محمد السادس.